بندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير ومفيش استجابة للدعاء، وبعدين نحس باليأس ونحس بالقنوط، وبعدين نترك الدعاء ونقول مفيش فايدة. كتير بنستغرب ازاي في ناس بتحكي عن قصصها مع استجابة الدعاء، ازاي في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لها، فيبدأ يدخل القنوط لقلوبنا وييأسنا من الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وبقينا نبص للدنيا من خرم إبرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. في حلقة النهاردة بإذن الله هنتكلم إحنا ليه دعائنا لم يستجاب بعد، ليه بدعي ربنا سبحانه وتعالى ومفيش أي استجابة. الكلام اللي هقوله لكم النهاردة ده كلام طالع من قلب محب، اسمعوا الكلام كويس جدا وافهموه كويس جدا جدا عشان بالكم يرتاح، علشان الشيطان الرجيم لما يجي يوسوس لكم ويقول لكم مفيش حاجه اسمها استجابه الدعاء، زي ما في ناس كتير بتقعد تكتب الكلام ده. ومرحله القنوط دي هي اعلى من مرحله اليأس، خلاص قنوط اشد مراحل اليأس. اول حاجه لو احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومصدقين في الله سبحانه وتعالى، يبقى مصدقين ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والآيات كثيرة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من لم يسأل الله يغضب عليه. والمناسبة مرة كنت قاعدة مع حد يعني في الواقع، في الحياة الواقعية، وبعدين بيقول لي: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني اللي ما بيسألش ربنا سبحانه وتعالى. عارفين انتوا يعني والعياذ بالله ان انت بتسأل ربنا، انت بتتكلم معاه وتقول له ليه وليه وليه وليه. فايقنت ان في ناس كتير ممكن تكون مش فاهمه حاجات كتير جدا جدا، وده دوري. لو انا يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بفهم المعنى، دوري ان انا اوصله وابلغه عني لو كان. فانا طبعا اتكلمت مع الشخص ده وفهمته: لا، من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل السائل هو اللي بيسأل ربنا سبحانه وتعالى السؤال صيغة استفهام؟ لا، حاشا لله، حاشا لله. من لم يسأل الله يعني من لم يطلب من الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. كلنا عارفين ومتأكدين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب عباده اللي بيتضرعوا ليه. ليه أنا بتكلم في المقدمة دي؟ لأن دي مهمة، علشان نتكلم ان لا، ربنا بيستجيب، لكن في بعض الشروط وفي خلل. انا هتكلم معاكم على الخلل اللي ممكن يكون موجود، علشان لما تقول يا رب يعطيك مسألتك، وعلشان لما ما يستجابش دعائك تبقى فاهم ومرتاح وبالك مطمن وتستمر برضو على الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى بيحب عباده يتضرعوا اليه، يحب سبحانه وتعالى ان يكون عندك انقياد واستسلام وافتقار لله سبحانه وتعالى. انت لما بتدعو انت في حاله افتقار لله سبحانه وتعالى. اما يجيب المضطر، انت لما بتدعي وانت في حاله اضطرار شديد، اللي هو انت في حاله المسألة الشديدة، في حالة الوجع الشديد، في حالة الحاجة الشديدة. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يلمس فيك صدق العبودية. الدليل على كده ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ولقد ارسلنا الى من قبلك اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني ايه؟ يعني يلجأوا لله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي، بيقول ان من انفع الادوية للحاح في الدعاء التضرع لله سبحانه وتعالى. انت بتتضرع لله وبتلح عليه في الدعاء: يا رب انا عايز، وقاعد على الباب. بعض السلف الصالح كان بيقول ايه: والله اني اشد خشية ان احرم الدعاء من ان احرم الاجابة. انا خايف اني احرم الدعاء لاني انا عندي ثقة في الاجابة. من يجيب المضطر اذا دعا، مين هيجيب المضطر؟ هو انت لو ما لجأتش لله سبحانه وتعالى الركن الشديد الذي اذا دعاه عبده اجابه واذا سأله اعطى، بيعطي سبحانه وتعالى. انا بقول لكم بيعطي، انا بقول لكم عن يقين بيعطي. انا لمست اجابه الدعاء مرات لا تحصى. هقول لكم ازاي، بقول لكم ليه، هقول لكم انا بعمل ايه، هقول لكم انا بعمل ايه. انا طالعه بشارككم تجاربي في الحياه، ولو عندي نصيحه لله وربنا يجعلنا يعني اهلا للنصيحه، فهقول لكم انا بعمل ايه علشان لما اقول يا رب يعطيني. ابن القيم بيقول ايه: واحب خلقه وافضلهم واكثرهم سؤالا له، وهو يحب الملحين في الدعاء، وكلما ألح العبد في الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى قربه إليه وأعطاه. في نقطتين مهمين لازم الإنسان وهو بيدعي يبقى فاهمهم. النقطة الأولى في نفسه، في قرارة نفسه، يبقى عنده ثقة في سعة خزائن الله سبحانه وتعالى.
يبقى عنده ثقة ويقين وحسن ظن في الله إنه كريم وإنه معطي وإنه يستجيب الدعاء. فلازم في قرارة نفسك يكون عندك الإحساس والشعور ده، يكون مستبشر إن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه. ليه يكون عنده الحاجات دي؟ علشان تزيد اليقين جواه، عشان كل ما تحس أو تستشعر إن خزائن ربنا مليانة. وإذا سألتم الله عظموا المسألة، يعني اطلبوا أقصى أحلامكم، أقصى طموحاتكم. فأنت لما تتخيل كده هيزيد جواك الثقة واليقين في ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما يزيد جواك اليقين والثقة في كرم الله سبحانه وتعالى، كل ما كان دعائك أقرب للإجابة، وكل ما كان أنت لو تأخر إجابة دعائك يبقى عندك شيء من الرضا، يبقى عندك شيء من الراحة النفسية في قرارة نفسك. تاني حاجة أو تاني نقطة مهمة لازم تبقى موجودة عندك، لازم يبقى جوه قرارة نفسي عارف إن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كونه، له أقدار. الحكمة ساعات بتقتضي منعك من إجابة الدعاء، وإلا فإن استجاب لك ففيه هلاكك. فالحكمة تقتضي بمنع إجابة الدعاء عنك. لازم يبقى عندك الفقه ده اسمه فقه الدعاء. أنت في قرارة نفسك واثق في الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة عارف إن كل شيء في الكون يخضع لحكمة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وبالتالي قلبي هيطمئن. استجاب لي سبحانه وتعالى زاد يقيني، ما استجابليش زاد صبري وزاد حبي لله سبحانه وتعالى واطمئنانا إنه شايف لي الخير، وإن حكمته تقتضي إنه ما يستجيبليش دعائي. لو كل حاجة اتحققت للإنسان في الدنيا، لو كل الناس المسلمين دعوا ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة اتحققت، هينتفي مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه والأرض هتفسد. طب أنا بديلك كل حاجة، فين اختبار بقى؟ فين صدق عبوديتك ليا؟ فلو كل حاجة أنت أخدتها الأرض هتفسد، والحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر عشانها ضد إن كل حاجة كل رغباتك تستجاب ليك. عندنا الطفل لو كل حاجة لبيناها له ممكن يفسد، صح؟ وبالتالي أنت برضه لو كل حاجة معاك ممكن تفسد. لو معاك المال هتفسد، لو معاك كذا هتفسد. فحكمته الإلهية تقتضي أن يحرمك من المال. قد يكون حرمان دائم، وقد يكون حرمان مؤقت حتى تكون مؤهل انك تمسك مال وتكون ناضج انك تمسك مال في ايدك. على سبيل المثال وقيسوا عليها كل شيء احنا بنتمناه في الدنيا. اوعى تكون متكبر عن عبادتك لله سبحانه وتعالى. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ابن القيم بيقول ان العبد لازم يتضرع ويظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني أنت جايلك الأمراض والأسقام والمصايب والكوارث وما رحتش لربك ودعيت وما طلبتش منه مثلا، فلا، ربنا عايزك تتضرع إليه، عايزك تطلب منه. فقد تكون الحكمة في اللي أنت فيه إن ربنا عايز يشوفك عبد طائع ليه خاضع ليه سبحانه وتعالى. اللي بيخلينا ندعي ومفيش استجابة لدعائنا. في قدامنا نقطتين، نقطة ابتلاء ونقطة بلاء. نقطة الابتلاء إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون بيبتليك، عايز يشوفك زي ما قلنا هتتضرع ليه ولا لا، عايز يشوفك هتصبر ولا لا. الصبر مش معناه إنك ما تحزنش، الصبر مش معناه إن أنت ما تزعلش. أنا صابر، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت السيدة خديجة وتوفي عمه وتوفي ابنه كان بيقول إيه؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. العين بتدمع طبيعي، ما أنا بني آدم، والقلب هيحزن على المصيبة طبيعي، ما أنا بني آدم. ولكن وإنا على فراقك لمحزونون، فراق ابنه أنا حزين وشديد الحزن. وبعدين بقى الاستسلام، الحزن طبيعي، وبعدين جيت بقى للاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآخر بعد حزني وتعبي الشديد ما أقدرش إن أنا أسخط وأقول ليه يا ربي وليه حرمتني الرزق وليه حرمتني من كذا وليه حرمتني من كذا، لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. استسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. خلوا يعني في الأزمنة الماضية مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هو أنتم مفكرين إن أنتم هتدخلوا الجنة كده بالسهل؟ هو أنتم مفكرين إن الجنة دي
مش محتاجة صبر ومحتاجة ابتلاءات ومحتاجة اختبارات. أصل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها السعادة، الجنة فيها النعيم الدائم، الجنة فيها الشباب الدائم، الجنة بتجتمع مع الأحبة لا فراق في الجنة. الجنة فيها طعم الراحة، ولا فيها شقاء ولا فيها حزن ولا فيها بكاء ولا فيها وجع ولا فيها ألم ولا فيها أي شيء من الابتلاءات اللي موجودة في الدنيا. نعيم لا ينقطع، قرة عين لا تنقطع، لذة لا تنقطع. فأنت متخيل أنت هتدخل الجنة الحلوة دي؟ زي ما الإمام أحمد سئل متى يجد الإنسان طعم الراحة؟ عند أول قدم يطأها في الجنة. أول ما تحط رجلك في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، أنت أول ما تحط رجلك في الجنة السعادة والنعيم. أنت هتدخل الجنة دي إزاي؟ شوية ابتلاءات، شوية اختبارات، شوية وجع، شوية ألم. يلا بقى اثبت انك، ما هو ربنا مش عايز كده، ما هو ربنا مش حابب ان هو يعذبك، بس هو سبحانه ليه حكمة في كونه وليه حكمة في الابتلاءات اللي بيبتليك اياها. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا، الناس اللي قبليكم بقى مستهم البأساء، الأمراض والأسقام والأوجاع والآلام والضراء وزلزلوا. زلزلوا يعني خافوا من الأعداء، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. امتى بقى نصر الله يجي؟ انت يا مبتلى هتقول امتى فرج ربنا هيجي؟ امتى الابتلاء ده مش هيبقى موجود؟ امتى السعادة هتيجي وامتى الفرج هيجي؟ ألا إن نصر الله قريب. مع العسر في يسر، مع الشدة في فرج، مع الحزن في سعادة. وعد ربنا سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، كتأكيد إن مع العسر يسرا. انت اصبر على الابتلاء. نصيحة مني ليك الوقت اللي انت فيه، أنا عارفة ومقدرة مدى الوجع ومدى الألم ومدى الاشتياق للفرحة ومدى الاشتياق للفرج ومدى الاشتياق انك تبص تلاقي احلامك بتتحقق قدامك. بس نصيحة مني ليك، اصبر ولا تقول الا ما يرضي الله، انا لله وانا اليه راجعون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه اسوة حسنة. اصبر على ابتلائك، نصيحة مني ليك. الناس اللي بتكتب كومنتات انا بدعي بقالي سنين وما بلاقيش غير المرض وما بلاقيش غير التعب وما بلاقيش غير المشاكل وما بلاقيش غير الوجع وما فيش اي حاجة بتتحقق، اوعى. ليه بقى؟ هنيجي على النقطة المهمة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الحديث ده في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال يقول دعوت ودعوت ولم يستجاب لي، ثم يترك الدعاء ويستحسر. يعني قعد يدعي يا رب يا رب وعبد الله على شرط. انت كده بتعبد ربنا على شرط، لو اديتني شكرا، ما اديتنيش انا هترك الدعاء واقعد اتحسر واكتب بقى الكلام اللي بيتكتب ان مفيش وانا بقالي سنين في مصائب وبقالي سنين في كرب وبقالي سنين فربنا سبحانه وتعالى بيختبرك. اصبر على هذا الابتلاء، لو صبرت عليه ونجحت في الاختبار والله العظيم ستفرج، والله العظيم هيتحقق لك اللي انت عايزه. نيجي للنقطة التانية بقى، النقطة المهمة برضو. قد يكون انت عندك موانع من موانع إجابة الدعاء. طب ايه هي موانع الدعاء اللي ممكن تخلي دعائي ما يستجابش؟ ما لم يعجل، خلاص عرفناه. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. راجع نفسك، انت بتدعو بإثم، بطل تدعو بالإثم. نيجي تاني نشوف بقى، راجع نفسك. الإنسان على نفسه بصيرة. أنا في سريرتي عامل إزاي؟ أصل السريرة دي مصيبة من مصائب، يعني السريرة دي قد تحبط عملك. يعني السريرة مع نفسك انت عامل ازاي؟ حالك ايه مع ربنا؟ قلبك بيغل على حد؟ قلبك بيحقد على حد؟ قلبك بيتمنى الشر لحد؟ انت شوف نفسك، راجع نفسك. لو عايز حياتك تبقى حلوة، وانا جاية بقى اقول لكم بقى على اللي انا بعمله. نام مرتاح البال، نام ما بتحقدش على حد، نام ما بتأذيش حد. انت عارف نفسك، سيبك من البشر اللي يقول فيك يقول، اما انت بينك وبين ربنا ايه؟ بتنام وانت مش عايز شر لحد، بتنام وانت بتتمنى الخير للجميع، بتنام وانت بترضي ربنا. شوف نفسك وانت قاعد لوحدك بتعمل معاصي ولا لا؟ انت على نفسك بصير. راجع نفسك. وذنوب الخلوات لانها مهلكات. ان كان مفيش حد معاك في مكانك وتعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المطلع عليك فتخشاه وتتقيه، فساعتها هتلاقي ربنا بيعطيك ويديك. انما لو انت لوحدك وبتعمل ذنوب وبعدين تيجي تقول يا رب انا يستجاب لك، هو كده. ما ينفعش اروح اقول لربنا وانا بغضبه، ما ينفعش ابقى انا بحقد على الناس واروح اقول يا رب، ما ينفعش ابقى بغل على حد وقلبي مش نظيف ومش سليم واروح اقول يا رب، ما ينفعش ابقى منافق واروح اقول يا رب مش هيعطيك.
ما ينفعش ابقى عامل معاصي كتير تغضب الله سبحانه وتعالى واروح اقول له يا رب الا اذا انت استغفرت ربنا سبحانه وتعالى وتبت ورجعت وندمت ورحت قلت له يا رب هيعطيك. بس شرط ان سبحانه وتعالى، لانه المطلع بقى مش انسان، لا، قلبك ندمان على الذنوب، وبالتالي يوم ما تقول يا رب هيستجيب لك وهيسمع لك وهيعطيك. اسمع كلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الذنوب مهلكات، هي اللي بتمنعنا من كل الارزاق. مش دايما، احنا قلنا في ابتلاءات واتكلمنا عنها، في جانب تاني برضه ان هو بلاء بسبب الذنوب، والذنوب دي مهلكات، هي اللي بتسبب في الحزن والمشاكل والكرب والغم والهم. ونيجي بعد كده نقول دعاءنا ليه ما بيستجابش؟ طب ما نراجع نفسنا نشوف الخلل فين. اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيرضيه. والله لو رضيت ربنا، والله لو اعطيت ربنا سبحانه وتعالى حقه سيرضيك حتى يدهش عقلك. اسمعوا كلامي. الصلاة بقى، الصلاة سبب الفلاح والنجاح والقرب من الله سبحانه وتعالى. ده انت ليك موضع في الصلاة وانت ساجد في استجابة الدعاء. فما تجيش انت تارك الصلاة ولا بتصلي على فرض وتسيب فرض، او ما بتصليش اصلا وتيجي تروح تطلب من ربنا. عيب، مش هيعطيك. انت اغضبته، هيعطيك ازاي؟ هو عايزك كويس، هو بيربيك. عارف انت ربنا سبحانه بيربيك، بيهذبك، بيعلمك، بيأدبك عشان تبقى كويس، تعيش عيشة سوية، عيشة ما فيهاش خلل، عيشة ما فيهاش الشيطان، وعشان تيجي في اخرتك تعيش عيشة بقى أبدية، نعيم دائم. هي دي المسألة، هي دي الخلاصة. عندنا شرطين لاستجابة الدعاء مهمين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يستجيبوا لي لأوامري ويطيعوني، يسمعوا كلامي ويعبدوني حق العبادة، ويبعدوا عن المعاصي والذنوب والمهلكات. وليؤمنوا بي، إيمان بأني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إيمان لا يدخله شك، إيمان يحيطه اليقين أو قراره اليقين. فدول شرطين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. سبحانه وتعالى بيعجب من قنوط عبده. القنوط قلت لكم ان هو اشد درجات اليأس. يعجب الله سبحانه وتعالى من قنوط عبده وقرب غيره، يعني الامر بتاعه هيتغير، يعني الحل اللي هو فيه هيتغير. هو زعلان وشايل هم وهو الفرج بتاعه قرب، العسر مع اليسر. فيضحك الله سبحانه وتعالى. هيضحك ربنا؟ نعم، يضحك على عبده لما بيلاقيه قاعد وحزين وشايل الهم وزعلان ومخنوق بيقول مفيش فرج، وهو اصلا قرب غيره قرب، الحال بتاعه قرب يتغير. واكتفي بهذا القدر، فاصبع تشير خير من باع يعجز عن الاحاطه. احبكم في الله يا طيبين، ان شاء الله استنوني في الحلقات الجايه على خير، اشوفكم على خير وفي رعايه الله.